أهلا وسهلا بكم أصدقائي بقناتنا. اليوم حنحضر وياكم طريقة عمل البرياني العراقي بأسهل وأسرع طريقة. المكونات اللي أحتاجها مثل ما هي ظاهرة أمامكم بالشاشة: رز، شعرية، هنا حبة بصل ثرمتها ثرم متوسط، بازالية وجزر وبطاطا هنا تفريز، عندي هنا فلفل أخضر ثرمته ثرم متوسط، زيت، هنا زعفران منقعته بماي وهذا حسب الرغبة، صدر دجاج أني غاسلته، وهنا ضايفة عليه ومقطعته بشكل مكعبات وضايفة عليه 2 ملعقة كبيرة خل. البهارات اللي استخدمتها هيل مطحون، دارسين مطحون أو ما يسمى قرفة، فلفل أسود، بهارات برياني، بابريكا، وهنا فلفل أحمر حار وهذا هم حسب الرغبة. نيجي لطريقة التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. راح أول شي أبدي أنقع الرز، أضيف الرز وأضيف عليه 1 ملعقة كبيرة ملح، وأضيف عليه ماء ساخن، أحركه تحريكة بسيطة وأتركه لمدة 20 إلى 25 دقيقة إلى أن ينقع. لحد ما ينقع الرز حبدي بتحضير الحشوة. أول مرة راح أحضر الشعرية. هنا أضيف 2 ملعقة كبيرة زيت بطاوة وأضيف عليهم الشعرية وأحمسهم إلى أن يصبح لون الشعرية ذهبي. هنا أنا حضيف عليهم ماء ساخن، هنا أتركهم على نار متوسطة إلى أن ينشف الماء. هسه حبدي بتحضير حشوة البرياني. هنا أنا بطاوة أضيف 2 ملعقة كبيرة زيت وأضيف عليهم البازالية والجزر والبطاطا وأحمسهم لمدة دقيقتين. وهنا أنا حضيف عليهم الكشمش، طبعا مع استمرار التحريك. وحضيف عليهم الفلفل الأخضر، والبهارات. طبعا البهارات هاي اللي ذكرت لكم إياها ببداية الفيديو حخلطها جميعها، أضيف قسم منها على الحشو اللي راح أحضره وقسم على الرز بس أطبخه. هنا ضفت البهار اللي قلت لكم إياه، وهنا أنا أضيف عليه الملح حمسة بسيطة، وهنا أنا أرفعهم جانبي. بنفس الطاوة أضيف 2 ملعقة كبيرة زيت وأضيف عليهم بصل وأحمسه بس يذبل البصل. حضيف عليه صدور الدجاج اللي أنا مقطعتهم مكعبات، وهم أحمسهم حمسة بسيطة. هنا البهارات اللي راح أضيف عليهم فقط فلفل أسود وملح، رشة ملح. أحركهم وبعدين أغطيهم وأتركهم على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة إلى أن يستوي عندي. هنا أنا حبدأ بتحضير الرز.
بجدر أضيف 2 ملعقة كبيرة زيت، وأضيف عليهم الرز بعد ما غسلته وصفيته من مصفاية. هنا أنا أحمس الرز وأضيف عليه جزء من البهارات اللي أنا قلت لكم إياها اللي خلطتها، ورشة ملح، ضفت شوية ماي، هنا ماي زعفران، وأضيف عليهم ماء ساخن بحيث يغطي الرز بأصبع، وأتركهم على النار بس ينشف المي مالتهم. هنا أنا حنص النار عليهم وأترك الرز ينطبخ. هنا أنا بعد 15 دقيقة استوى عندي الدجاج. حضيف عليه المكونات السابقة اللي أنا مجهزتها، الشعرية والحشوة، وأضيف عليهم البهار المتبقي. رشة ملح. وهنا الحشو مالتي أصبح جاهز والرز أصبح جاهز. هنا حخلط الحشو مع الرز. هنا أنا أزينهم بالفستق، وهذا الشكل النهائي لهم. وألف عافية. لا تنسونا حبايب قلبي من اللايك والاشتراك، وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل إشعار جديد من قناتنا. ومع السلامة.